الكلمة الآن للأستاذ وليد إبراهيم رئيس حزب النهضة التركماني. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. بداية رحمة لشهداء الثورة السورية، الشفاء العاجل للجرحى والحرية للمعتقلين، والنصر لثورتنا الثورة اليتيمة التي قامت بدون أي تنظيم أو بدون أي تخطيط لها. قامت الثورة السورية في بدايتها عفوية واستمرت كذلك، وازدادت حاضنتها الشعبية، وكان من أوائل من قام بهذه الثورة الطبقة الفقيرة حقيقة، بعيدا عن المثقفين أو الضباط أو العسكريين. وعندما توسعت هذه الثورة وانضمت باقي الطبقات أو الفئات من المثقفين ومن الضباط، وتوسعت الثورة، وحقيقة يعني يعزون في ذلك أنه كانت غير منظمة، حكم النظام الأسدي المجرم، القبضة الأمنية التي كان يحكم بها، وانفصال المناطق بداية في بداية الثورة بعد عن بعضها سهل لهذه الأجهزة الأمنية تجديد قبضتها. من هون أنا حبيت انطلق من البداية إنه انطلقنا بعفوية وبدون تنظيم، ولكن بعد مرور كل هالسنوات، مرور 12 عام على الثورة السورية، وما زلنا للأسف نفتقد التنظيم الحقيقي. بعد هذه السنوات وفي أي لحظة، وكلنا نعرف تغير السيناريوهات التي تحصل في المنطقة، مما يجعلنا نحن أن نكون مستعدين لأي سيناريو قادم للخلاص من هذا النظام. وبذلك إن لم نكن منظمين وإن لم نكن ضمن مؤسسات تنظيمية، حقيقة سيكون دورنا ضعيف، لأنه ممكن بأي لحظة النظام عندما سيسقط يجب أن نكون مستعدين نحن لاستلام مؤسسات الدولة، الجيش، كل المؤسسات القائمة. يعني حقيقة إذا عملنا مقارنة الآن ما بين النظام وما بين المعارضة، خلينا نقول أول الثورة أو المناطق المحررة، بقاء المؤسسات عند النظام أعطاه الدعم والقوة، وحتى على المستوى العالمي. يعني اليوم بيتعاملوا مع النظام كون في مؤسسات، أما للأسف مؤسساتنا واللي بداية بلشت بالمجلس الوطني، خلينا نقول، لم تأتي بثمارها. ثم الائتلاف الوطني، الائتلاف الوطني تحول من مؤسسة ثورية إلى مؤسسة جماعات وأشخاص بعيدا عن تطلعات ورغبات الشعب، وبعيدا عن تحقيق أهداف الشعب، يعني الثورة عفوا. فالثورة أهدافها إسقاط النظام والاحتلال الروسي والإيراني، ولكن نسمع أو نرى بين الحين والآخر هناك مفاوضات ولقاءات من قبل هذه المؤسسات التي يجب أن تكون ثورية وتتمسك بهذه الأهداف ولا تحيد عنها. لذلك علينا مثل ما قلت يعني نكون نشجع العمل المؤسساتي ونهتم بالدرجة الأولى بمنظمات الشباب، تنظيمات الشبابية، وهؤلاء هن اللي راح يكونوا بالمرحلة المقبلة، جيل المثقف الواعي الذي نشأ بعيدا عن الفكر البعثي، بعيدا عن النظام، في بلاد فيها حرية، فيها تكنولوجيا، فيها تقدم. هدول ممكن تم الاستفادة منهم. فلذلك هي التنظيمات الشبابية يجب أن تدعم وتأخذ دورها منذ الآن وتكون جاهزة للمراحل المقبلة. وكذلك المؤسسات النسائية لنكون هي أيضا ستكون فاعلة في الأيام أو في مستقبل سوريا. لذلك يجب للاستفادة من هؤلاء يعني إقامة دورات، حوارات، نقاشات
والاستاذ صدام والاستاذ ماجد طبعا والكتله الوطنيه الجامعه مشكورين على اللقاءات اللي عم يشتغلوا عليها بكل الولايات وحتى بالداخل او باوروبا لا يوصلوا هالفكر هذا. فبنتيجه هي الحوارات هي النقاشات والدورات اللي ممكن تنعمل للفئات الشبابيه بالتحديد ممكن نحصل على ثمارها عما قريب. لذلك يعني أنا برأيي الانفراد أو الوحدوية لا يمكن أن تأتي بعمل. لذلك الشعب السوري يعني مجملا وخاصة الحاضنة الشعبية اليوم اللي عم نسميها الحاضنة الشعبية وخاصة الموجودة في الشمال السوري المحرر إنه يتوجهوا للدخول ضمن هي التنظيمات. وهي التنظيمات فيما بينها تتآلف تعمل مع بعض بهيك نقاشات، ندخل بهيك حوارات لا نستفيد من أفكارنا وآرائنا لنوصل لنقاط ونوصل ممكن لمخرجات يتم العمل عليها فيما بعد. يعني لو متبعين هاي الطريقة من 10 سنين 11 سنة لكننا وصلنا لأهدافنا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. ايضا في شغله ثانيه، يعني اليوم هي التنظيمات مثل ما ذكر حتى الاستاذ مجد انه تكون هي التنظيمات يجب ان تكون منفتحه مع بعضها بغض النظر عن المكونات. تكون المكونات ان كان الاثنيه او الدينيه او الطبقات العمال الفلاحين المعلمين الحقوقيين كل السوريين الاحرار، وتوجه مباشرة أنا برأيي يعني أخذ وقت طويل توجه إلى إقامة المؤتمر الوطني الجامع الثوري الجامع للسوريين اللي من خلاله ممكن الخروج وانتقاء الأشخاص أو الشخصيات التي ستمثل الثورة السورية والشعب السوري فيما بعد، وممكن تقود الثورة من اليوم إلى أن تحقق هذه الثورة أهدافها في المستقبل. ونحن حقيقة أحب أعرج عن حزب النهضة السوري التركماني. طبعا نحن أهداف حزبنا من أهداف الثورة تحرير سوريا، الحفاظ على وحدة سوريا، إسقاط النظام الأسدي والدول الداعمة لهذا النظام كروسيا وإيران. وهذا طبعا بشكل خاص حزب النهضة وبشكل عام المكون التركماني ككل نحن مع أبناء سوريا قلبا وقالبا، وهدفنا أهداف الثورة السورية ولا شيء سواها. وشكرا لكم.